طيب خلينا بقى نتكلم شوية عن جيت وجيت هاب، وممكن نعمل ورك سبيس بعد كده ونعمل باكج ونرفعها على جيت هاب. في عندنا حاجة اسمها جيت، تمام، وعندنا حاجة اسمها جيت هاب. الاتنين مش حاجة واحدة. جيت فيرجن كنترول، تمام. يعني ايه فيرجن كنترول؟ فيرجن كنترول يعني انا بيبقى عندي مثلا، انا راجل ديفلوبر، تمام، بعمل سوفت وير عندي على الجهاز. طيب انا النهارده كتبت كود. طيب الكود ده لقيت فيه بج، فعايز احل يعني بصلح الباج دي، تمام. صلحتها وسيفت وكل حاجه تمام. طيب مثلا حبيت ارجع للكود القديم. لما انت بتكريت فولدر مثلا وتعمل وتكتب فيه الكود بتاعك، طب حبيت ترجع مثلا للكود القديم، حبيت تشوف انت عملت التعديل فين بالظبط، يعني في انهي وقت. حابب مثلا الكود ده ستيبل وشغال، بس انت حابب تعمل تعديل معين، يعني تجرب او تطور فيه حته معينه، فحابب تاخد كوبي مثلا من الكود ده، تمام، وتطور عليه. عشان تعمل الكلام ده بايدك، مش كله اولا هتقدر تعمله، يعني حته ان انت ترجع بالهيستوري للحاجات القديمه اللي انت عملتها مش هتعرف تعملها، تمام. مجرد انك يعني شغال على فايل على ويندوز او اوبونتو، ومجرد ما غيرت الكلام وعملت سيف خلاص، ما فيش كنترول زد ومفيش حاجه ترجعك، تمام. وبرضو حته ان انت تقعد تكابير بايدك والحاجات دي هتبقى صعبه قوي. فجيت هي الطول اللي بتحل لك الحاجه دي، هي اللي بتعمل لك فيرجن كنترول. يعني انت عملت السوفت وير بتاعك، السوفت وير ده بقى عند ستيبل عند حته معينه، ممكن تعمل منه فيرجن مثلا، تمام، وتعمل للفيرجن ده تاج. زي كده في البايثون مثلا او اي باكج تيجي تنزلها، يقول لك فيرجن 0.1 0.2، تمام. فانت تقدر تعمل حاجه زي كده. الكود ده ستيبل وانت عايز تجرب حاجه تانية، تقدر تعمل حاجه اسمها برانش، تطلع من نفس الكود الاساسي او الخط الاساسي بتاعك ده برانش، اللي هو بيبقى بنفس المنظر ده. بيبقى عندك حاجه ماشيه كده خط مستقيم، وانت خدت منها برانش، خدت منها كوبي ومشيت جنبها في حته تانية، اللي هو بتطور في حاجه تانية، بحيث ان انت لو حصل عندك اي مشكله في البرانش ده، سطبت باكج غلط، عملت عدلت في الكود والدنيا باظت منك، خلاص انت ممكن انت الاساسي بتاعك معمول له باك اب محفوظ، ما حصلوش اي حاجه. البرانش ده حتى انت ممكن تمسحه ولا كانه كان موجود، تمام. فجيت بتساعدنا نعمل الحاجات دي كلها. طيب ايه الفرق بقى بين جيت وجيت هاب؟ جيت هاب ده هوست، تمام، ده هوست سيرفيس، ده كلاود، بحيث ان انت عملت الكلام بتاعك ده كله على جيت. طب افرض حصل اي مشكله والجهاز بتاعك ده اتعمل له فورمات، او الهارد اتحرق، حصل اي مشكله، تمام، فالكود بتاعك ده كله ضاع. جيت هاب بيحل لك المشكله دي، بيخلي الكود بتاعك كله معمول له باك اب او محطوط كله على الهوستنج سيرفيس دي او الكلاود بتاعهم، بحيث ان انت تقدر ترجع له في اي وقت. لا ده كمان بقى جيت مربوط بجيت هاب، بحيث ان انت مثلا عملت اي تعديل في جيت، فانت تقدر ترفع التعديل ده على جيت هاب وتعمل بول ليه، يعني تشد نفس التعديل ده على ماشين تانية. لو انت الريبوزري او يعني احنا الحاجة اللي بنشتغل عليها على جيت هاب، يعني الفولدر على جيت هاب، تمام، بنسميه ريبو او ريبوزري، تمام. فانت الريبوزري دي انت عملتها ومشغلها، يعني عملتها على جيت هاب، تمام، ونزلتها لوكال عندك على الماشين وكتبت الكود بتاعك. تقدر تعمل بوش للكود ده، حلو كده، وتيجي على ماشين تانية، تيجي مثلا على جهاز تاني انت في حتة تانية، او حد تاني عايز تشتغل معاه في مكان تاني، ينزل نفس الريبو دي ويشتغل معاك. وعلى حسب بقى البرميشن اللي انت مديهوله، يعني هو مثلا انتوا الاتنين شغالين مع بعض، فهو معاه بيرميشن ان هو يبوش على طول، ان هو اي تعديل يعمله يرفع على جيت هاب دايركت. او ممكن يبقى ليك بيرميشن ان هو قبل ما يعمل بوش، يعمل بوش ريكويست، ان هو يطلب منك ريكويست الاول عشان تقبل التعديلات اللي هو عملها دي، فانت تخش تعمل تراجع على التعديلات اللي هو عملها دي، وبعد كده تحدد انت هتوافق على اللي هو عمله ولا لا، قبل ما يتضاف للايه، للكود بتاعك او للمين بتاعك. فجيت هاب بتديك كل الفيتشرز دي وفي اكتر من كده كمان، بس يعني دي الحاجات الاساسيه، يعني عشان كده الشركات بتشتغل بيه. في كل واحد بيعمل في الجزء الخاص بيه وبيقدر يعمله بوش على نفس الريبوستري دي، تمام. فزي ما كنا بنقول اهو، ان جيت دي هي اوبن سورس
فيرجن كنترول تول working on Linux operating system. تمام. طبعا بتنزل برضو على الويندوز، يعني في جيت هاب بينزل زي ابلكيشن كده على الويندوز، بس هو طبعا بيبقى الشغل الاحسن ليه على او معظم الشغل بيبقى على الايه، على لينكس يعني. بيقول لك بقى ان جيت هاب كومباني دي هي اللي بتعمل انتجريشن مع الجيت، وبتعمل كلاود بيزد هوستنج. تمام، ان هي بتهوست الشغل اللي انت عامله ده ويترفع على الكلاود على الاكونت بتاعك. طبعا هنا بيقول لك ان انت مش محتاج جيت هاب عشان تستخدم جيت، زي ما كنت بقول انت ممكن تستخدم جيت عادي على اللوكال ماشين بتاعتك، بس الداتا مش هتبقى محفوظه، اللي هو لو حصل اي حاجه في الماشين بتاعتك او في الجهاز بتاعك يعني خلاص الداتا راحت. لكن ما تقدرش تشتغل على جيت هاب من غير جيت. يعني جيت هي الطول الاساسيه، وجيت هاب ده الهوستنج. وحتى زي ما بنقول جيت هاب ليه بدايل تانية. تمام، يعني في جيت لاب وفي كذا هوستنج تاني ممكن تبدله بجيت هاب، بس جيت هاب هو الاشهر يعني. عشان نعمل سيت اب لجيت هاب على الماشين بتاعتنا الموضوع بسيط جدا. بننفذ الامرين دول، اللي هو اول حاجه سودو apt get update. تمام، عشان تاكد ان الباكجز بتاعتك معمول لها ابديت. كبر الفونت شويه. طبعا يسألك على الباسورد. تمام كده انت اتاكدت ان الابديت تمام، عشان ممكن يعني هو ساعات ممكن تيجي تعمل انستول لحاجه ما تلاقيها مش راضيه تعمل انستول بسبب بس الامر ده، بسبب ان انت ما عملتش ابديت. فيعني خدوا بالكم لو لقيتوا في مشكله وانت جاي مثلا تعمل انستول لباكج حتى بعد كده على الرص، غالبا بتبقى المشكله الاساسيه ان انت بس مش عامل الابديت عندك للباكجز بتاعتك. تمام، بعد كده بنعمل سودو. طبعا سودو ده اللي بيديك السماحيه انت تبقى سوبر يوزر، اللي هو آه، بيديك اكسس انك ليك فول كنترول على اللينكس سيستم بتاعك. تمام، سودو اب جيت انستول. تمام، جيت. طبعا هو هنا بيقول لي ان هو انستولد اوريدي، يعني هو ان الباكج موجوده معمول لها ان هي انستولد اهو. بيقول لي جيت از اوريدي نيوست فيرجن. تمام، طبعا انت عندك هيعمل انستول غالبا. عايز تتاكد بقى ان جيت متسطب، جيت داش داش وبعد كده فيرجن. تمام، هيكتب لك الفيرجن بتاع جيت. تمام كده، يبقى انت كده جيت متسطبه عندك، بس انت مش مربوط لسه بجيت هاب، انت مفيش اي كلاود هوستنج عندك. تمام كده. طب عشان تعمل حاجه زي كده بتعمل ايه؟ اول حاجه تعملها انك تدخل على جيت هاب تعمل اكونت، يعني تدخل على جيت هاب. تمام، طبعا انا عندي عامل فاتح الاكونت اوريدي، بس مثلا لو عملت ساين اوت الموضوع بسيط جدا، يعني زي ما بتعمل ساين اب على اي حاجه. هتدخل هيطلب منك الايميل وبعد كده الباسورد اللي انت عايز تحطه، وخلاص يعني هيبقى كده الاكونت بتاعك اتعمل. يفضل حاول تبقى الايميل بتاعك طبعا تكون ايميل على طول بتستخدمه يعني، وعارف الباسورد بتاعه، عشان ساعات بيطلب منك انك تأكد الاكسس بتاعتك، فممكن تحتاجه كتير يعني. وبرضه تبقى فاكر الباسورد بتاع جيت هاب. تمام، خلينا نعمل ساين ان. طيب اول ما بتعمل الايميل على الجيت هاب
بتبقى دي الصفحة الأساسية بتاعتك. طبعا دي مش ما بتبقاش موجودة، ده فيتشر ضافوها كده جديد، ان انت ممكن تعمل زي ويلكم كده، ان انت ترحب مثلا باللي داخل الجيت هاب اكونت بتاعك، لان معظم الناس اللي هتخش هيبقوا ناس مثلا سوفت وير عايزين بقى يبصوا على كود، او حد في شركة او حاجة داخل يبص على الجيت هاب بروفايل بتاعك. فانت بتحاول تنظمه على قد ما تقدر، تحط البروجكتس اللي او اهم البروجكتس اللي انت عملتها، تخلي البند هنا الريبوز المهمة اللي عندك. تمام. خلينا متفقين ان زي ما قلنا الريبوزيتوري دي اللي هو يعتبر زي الفولدر كده بتاع البروجكت بتاعك، يعني كل ريبو خاصة ببروجكت منفصل. فانت مثلا لو عايز تعمل ريبوزيتوري جديدة، يعني مثلا معظمكم هيبدأ بقى يعمل ريبوزيتوري جديدة عشان يرفع عليها التاسكات بعد كده اللي هتبقى مطلوبة مننا. فهتيجي من هنا من الاد من هنا وتعمل نيو ريبوزيتوري. تمام كده. هنا بتكتب اسم الريبو بتاعتك، مثلا ايه، روبوتكس كورس. تمام كده. وهنا ممكن تكتب الديسكريبشن او ما تكتبوش زي ما تحب يعني. وتيجي من هنا تعمل create repository. طبعا هو هنا بيديك اختيار تعملها public او private. public اي حد ممكن يدخل على الريبو دي وينزل الداتا اللي جواها. برايفت بتبقى لو انت مثلا حاجه خاصه بيك، بس عاده بنعمل البرايفت دي لو شغل شركه، يعني لو انت في شركه او اورجانيزيشن، لان في الجيت هاب اورجانيزيشن برضو، ان هو تبقى كذا حد جوه الاورجانيزيشن دي، والاورجانيزيشن دي جواها كذا ريبو. تمام. فبيبقى عاده معظم الريبوز اللي جواها بتبقى برايفت، عشان ده شغل خاص بشركه، فمينفعش حد يشوفه. لكن انت شغلك يفضل يبقى بابليك عشان كل الناس تقدر تشوف يعني. تمام. اول ما عملت كرييت للريبو بتاعتي جاب لي شويه الاوامر دي. طب الاوامر دي هعمل بيها ايه؟ هسطبها عندي، يعني هستخدمها عشان انا اعمل الريبو دي عندي لوكالي بقى، يعني انزلها عندي على الماشين. يعني انا دلوقتي الريبو دي خلاص اتكريتت على الكلاود، بس انا محتاج هشتغل عليها عندي على الجهاز ده. الاساس اصلا ان انا اشتغل عليها على الديفايس عندي، اكتب الكود وبعد كده ابقى ارفعه بقى تاني على جيت هاب. فباجي اول حاجه، باجي من هنا. تمام. باخد الامر ده كوبي. الامر ده مفهوش، هو مش امر يعني، هو كل اللي موجود فيه ان هو آه الايميل بتاع الجيت هاب. تمام. اليوزر نيم بتاعك، انا مثلا مسمي اليوزر نيم بتاعي كرونتون، انت سميته احمد، ايا كان الاسم هتلاقيه كتب هنا. وهنا اسم الريبو اللي انت كتبتها، اللي هو انا سميته روبوتكس كورس مثلا، وبعد كده دوت كيد. تمام كده. فده بتاخده كوبي وتيجي على التيرمينال عندك. مش ثانية واحدة، تعمل كلون. تمام كده. وكنترول شيفت في، او تعمل بيست يعني. تكتب سوري جيت كلون، يعني ده او الامر الاساسي اللي انت بتعمل بيه كلون. يعني بدل احنا عشان ننزل الريبو اللي انا بعتها لكم كنا بنعمل لها داونلود، لا دي مش الطريقه البروفيشنال، مش الطريقه الصح عشان تنزل بيها ريبوزيتوري بتاعت جيت هاب. الطريقه الصح ايه؟ انك تكتب جيت. تمام. كلون. ماشي. ونفس اللاين اللي انت عملت له كوبي من هنا ده تعمله هنا بيست. تمام كده. وبعد كده تدوس انتر. هنا بيقول لي اهو انا بعمل كلوننج للريبوزيتوري اللي اسمها روبوتكس كورس. تمام. وبعد كده هنا بيديني وورنينج، بيقول لي الريبوزيتوري دي شكلها فاضيه. هو عمل لها كلون بس هي فاضيه، فولدر فاضي. تمام. طيب كده بقت موجوده عندك. يعني لو ده انا دخلت هنا في الهوم، طبعا التيرمينال بتفتح على الهوم اوتوماتيك. تمام. فلو دخلت هنا في الهوم فهلاقي في حاجه اسمها روبوتكس كورس نزلت عندي. تمام. ولو انت فاتح بيفتح الهيدن فولدرز بتاعتك، ممكن لو دوست كنترول اتش بيفتحها يعني كده. لو دوست كنترول اتش بيظهر الهيدن فولدرز. تمام. فلو بصيت في الهيدن فولدرز هلاقي موجود الجيت هاب.
تمام، ان في فولدر خاص بالجيت هاب، وده طبعا بيبقى موجود فيه الداتا كلها بتاعه الريبو دي. طيب لو رجعت للموقع تاني بتاع جيت هاب، في شويه كوماندز هنا ممكن لو انت عايز تعملها اعملها. هو هنا كل اللي بيعمله انه بيكريت فايل اسمه ريدمي فايل، تمام، اللي هو الريدمي اللي هو بيبقى فيه الدوكيومنتيشن الخاصه بالريبو دي. ان انت عاده اي ريبو بيبقى بروجكت، فانت عايز تعمله دوكيومنتيشن، فهو بيعمل الفايل ده وبيكتب جواه اسم الريبو، تمام، وبيضيف الفايل ده وبيعمل له حاجه اسمها كوميت. كوميت دي يعني ايه؟ كوميت دي يعني كانك بتقول له، كانك بتكتب كومنت، تمام، على الامر اللي انت بتنفذه دلوقتي ده. يعني مثلا انت عملت فايل جديد وكتبت جواه روبوتكس كورس زي ما هو بيعمل هنا كده، فعشان ترجع ترفع الكلام ده تاني على جيت هاب ويسمع، لازم تعمل الكوميت ده، لازم بتعمل جيت كوميت، تمام، كانك بتعمل كومنت كده للامر اللي انت عملته، اللي هو انت عملت ايه بالظبط. كان في حاجه غلط صلحتها، كان مثلا ضفت فايل جديد فانت بتقول له. فهو هنا عامله باي ديفولت بيبقى كاتب فيرست كومنت، انت هنا بتكتب الحاجه اللي انت عايز تقولها، اللي انت عايز توضحها. والكوميتس دي مهمه جدا، الكوميتس دي انت ومهم ان انت تكتبها صح، اللي هو انت بتوضح فيها انت عملت ايه، يعني التعديلات اللي انت عملتها دي عباره عن ايه. عملت ابديت مثلا لفايل معين، عملت فيكس الباج معينه. كل ما الكوميت بتاعتك كانت واضحه، وكل ما تعمل كوميتس كتير اللي هو تعديلات كتير، ده بيتشاف اصلا عندك في الجيت هاب اكونت، بيبقى معروف، بيتعرف منها ان انت قد ايه انت شغال. وفي ناس بتدخل في الشركات تدخل تبص على الكوميتس بتاعتك، اللي هو انت بتكوميت صح ولا لا. خلينا ناخد الكلام ده كوبي ونحطه هنا. طبعا لما بندخل اول جوه الريبوزيتوري اللي انا نزلتها دي، بدخل جواها الاول اللي هي روبوتكس كورس، تمام. انا كده دخلت جواها الاول. دخلت جواها ازاي؟ بعمل سي دي اللي هو تشينج دايركتوري، وبدخل جوه الفولدر ده اللي احنا لسه شايفينه، اللي هو كان نازل هنا ده في الهوم، تمام. وبعد كده انا جوه الريبوزيتوري بتاعت الجيت هاب، باجي جواها بقى وبحط الكلام ده، اخده كوبي، تمام، وادوس انتر. طيب اول ما دوست انتر، هو طبعا الكلام ده اتنفذ بالترتيب، يعني هو عمل الريدمي فايل وعمل الكوميت، سماه فيرست كوميت، تمام. هنشوف الكوميت ده دلوقتي على فكره، و... وان هو بيبعت على البرانش اللي هو المين، البرانش الاساسي، تمام. وبعد كده بيعمل بوش، بيرفع الكلام اللي احنا عملناه ده، الفايل اللي احنا ضفناه ده، بيعمل له بوش تاني على الجيت هاب، تمام. هنا بيجي يطلب منك اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم على حسب اليوزر نيم اللي انت عامله، يعني انا مثلا اليوزر نيم بتاعي كرونتون، تمام، فهكتب له TON، تمام كده، وادوس انتر. بعد كده بيطلب مني الباسورد. الباسورد ليه طريقه، هو مش بتكتب الباسورد اللي انت عامله، هو ليه طريقه بيبقى في حاجه اسمها اوثرايزيشن كي كده بتعملها، هوريها لكم بعدين، بس خليني الاول اجيبها انا، احط الباسورد، وبعد كده هعلمكم ازاي تعملوا الاوثرايزيشن كي ده. تمام، نحط له الباسورد هنا وادوس انتر. هو دلوقتي كده عمل ايه؟ رفع الفايل اللي انا عملته ورفعه على حاجه اسمها البرانش، نيو برانش، اللي هو عمل البرانش المين، تمام. لو جيت عملت ريلود من هنا، هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي الشاشه اللي كانت ظاهره في الاول اصلا اختفت. ظهر لي انا بقيت جوه الريبو بتاعتي اللي هي اسمها روبوتكس كورس، تمام. وظهر عندي الريدمي فايل، والريدمي فايل ده مكتوب جواه روبوتكس كورس، تمام كده، اللي هو الريدمي فايل ده. ولو جيت بصيت هنا هلاقي في عندي حاجه اسمها كوميت.
هلاقي فيه كوميت واحد اتعمل. لو دخلت عليه بيقول لي اسمه ايه الكوميت ده، هلاقي اسمه فيرست كوميت. يبقى نفس الكلام. طبعا احنا خدنا الكلام ده كوبي ونفذناه. دلوقتي كمان شويه هنعمل احنا تعديل مثلا على الفايل ده بايدينا ونعمل كوميت جديد، هوريكم برضو بتعمل ازاي. تمام. يبقى خلينا نراجع كده الكلام اللي عملناه. طبعا احنا هنا كنا هنا بيشرح الجيت هاب ريبوزيتوري، ان الريبوزيتوري دي بتبقى جواها كل البروجكت فايلز بتاعتك. تمام. وبيبقى جواها الفيرجن هيستوري، لان انت الكوميتس بتاعتك دي خلاص هتبقى هيستوري. انت اي تعديل بتعمله بيتحط في كوميت. تمام. فانت لو عايز ترجع لكوميت معين هترجع له وتبقى عارف التعديل ده انت عملته امتى، الكوميت ده او التعديلات دي اتعمل لها كوميت امتى. تمام كده. طبعا هنا بيقدر يقول لك انك بتقدر تعدل في الاونر شيب بتاعت الريبوستري، اللي هو مين ماسك الريبوستري دي او مين صاحبها يعني. ممكن تعدل على الاكسس بتاعها، تخليها مثلا فيزابل او هيدن او فيزابل لناس معينه. فكل ده في ايديك. هنا الامر بتاع الكلون اللي كنا بنتكلم عنه، انك تعمل كلون لجيت هاب ريبوزيتوري. فانت بتكتب الاول جيت كلون. تمام. وبعد كده بتكتب اللي هو نفس الامر اللي احنا كبرناه بقى، اللي هو https. تمام. وبعد كده github.com يور يوزر نيم او اليوزر نيم بتاع الشخص اللي عامل الريبو دي. تمام. وبعد كده اسم الريبو نفسها. تمام. وحتى ده مثال عليها اهو. ده بقى البوش والبول. البوش اللي هو الحاجات اللي احنا يعتبر لسه عاملينها من شويه، ان انت بتعمل الاول بتعمل حاجه اسمها ستيج، بتعمل التشينجز بتاعتك، التغييرات اللي انت عملتها، كل التعديلات اللي انت عملتها على الكود بتاعك او على الريبوزيتوري بتاعتك. بتعمل لها ستيج الاول، كانك مش بترفعها بس بتوضح او بتحطها على الستيج، بتقول ان دي كل التعديلات اللي انا عملتها. فبتعمل كده ازاي؟ بتقول جيت اد وبعد كده فاصله وبعد كده دوت. تمام. ده بيحط كل التعديلات بتاعتك على الستيج. طيب الخطوه اللي بعدها ايه؟ الخطوه اللي بعدها الكوميت اللي احنا كنا بنقول عليها، اللي هو جيت كوميت شرطه ام. وجوه الاتنين داش دول بتكتب الكوميت اللي انت عايزه، مثلا ابديت ريدمي فايل، فيرست كوميت او انيشال كوميت، زي ما انت عايز. انت بتشرح التعديل اللي انت عملته بالطريقه اللي انت عايزها. تمام. اخر حاجه بتعملها بتعمل بوش بقى، بتاخد الكوميت اللي انت عملته ده بكل التعديلات اللي انت عملتها على الفايلات وترفعها على جيت هاب. فبتقول جيت بوش اوريجين وبعد كده تختار البرانش. خلينا دلوقتي الاساسي البرانش بتاعك اللي هو المين اللي هو الاساسي. تمام. بعد كده انت ممكن تكريت برانشز تانية، بس خلينا في الاول كده انت بتبوش على المين، فالامر ده يعتبر ثابت دلوقتي معانا. تمام. خلينا بقى نعيد الكلام اللي احنا عملناه ده تاني على ريبو تانية عشان يثبت معانا. خلينا مثلا ايه ندخل على الريبو بتاعت الكورس اللي هو السيت اب اللي احنا كنا بنتكلم عليها. في الاول خالص لما جيت قلت لكم هننزل الريبو دي، عملنا ايه؟ جينا من هنا وعملنا داونلود، صح كده؟ لا بس دي مش الطريقه الصح. طيب ايه الطريقه الصح؟ ان انا اجي من هنا واعمل كلون. يعني هو بيقول لك هو الاختيار الاساسي انك تعمل كلون. فبتيجي من هنا بتبقى على ال HTTPS ده. تمام. لو بصيت جواه هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفس اللينك اللي كنت بقولك عليه اللي هو الجيت هاب، وبعد كده اسم اليوزر اللي عامل الريبو دي، اليوزر نيم يعني، وبعد كده اسم الريبو نفسها. ها فبقول لكم هنا من كود دي مش هنعمل داونلود. تمام. هنيجي بقى على الكلون من هنا ونعمل كوبي كده. الامر ده بيعمل كوبي اوتوماتيك لللاين ده. تمام. ونفتح
سيبك من التيرمينال دي، خلينا نفتح تيرمينال جديدة تبعنا. تمام. والتيرمينال دي هنعمل فيها ايه؟ هنكتب الاول جيت، يعني نكبر السكرين، جيت كلون. تمام. وبعد كده ندوس بيست لايه؟ لللينك بتاع الريبو بتاعتنا، وندوس انتر. ايه اللي بيحصل؟ عمل كلوننج للريبو بتاعتنا. يبقى انت اي ريبو، اي ريبوزيتوري، اي حاجه على جيت هاب، ايه الطريقه الصح بتاعتها؟ ان انت تعمل لها كلون بالمنظر ده، مش تعمل لها داونلود. مش لازم بتاعت انا، اي ريبو تاني على جيت هاب. يعني ادخل على جيت هاب، اي حاجه عايز تنزلها بتنزل بنفس الطريقه دي. جيت كلون، وبعد كده اللينك بتاع الريبو. تمام. ممكن احنا دلوقتي ندخل جواها سي دي، اللي هو سي دي معناها يعني لو الناس ما اشتغلتش على التيرمينال قبل كده، سي دي معناها تشينج دايركتوري، ان انا بغير الدايركتوري او الفولدر اللي انا واقف فيه دلوقتي. انا دلوقتي واقف في الهوم. تمام. فانا عايز اتنقل بقى، اروح للريبو اللي انا نزلتها دي، اللي هي نزلت على شكل فولدر. فهلاقي فولدر اكيد اسمه اي ام ار روس كورس. تمام. لما ادوس تاب بيديني اختيارات، بيقول لي في اي ام ار وحاجه تانية، فاقول له اي ام ار وادوس انتر. كلير دي بتمسح لي بس بتفضي لي التيرمينال، يعني ما بتعملش اي حاجه. دلوقتي انا جواها، ولو عملت ls list للدايركتوريز والفايلز اللي موجوده، هلاقي عندي دايركتوري اسمه موديول 1. لو دخلت جواه برضو بسي دي موديول، قصدي زيرو، موديول زيرو. تمام. وادوس انتر، عملت ls، هلاقي ايه؟ هلاقي الاتنين sh او الباش فايلز اللي احنا كنا بنتكلم عنهم. خلينا نرجع مثلا للريبوزيتوري اللي احنا لسه عاملينها، اللي هي روبوتكس كورس دي. تمام. الريبو دي انا اوريدي نزلتها عندي على الجهاز. تمام. وعندي الفايل بتاع الريد مي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل تعديل على الفايل ده. تمام. والتعديل ده عايز ارفعه على جيت هاب. خليني اول حاجه افتح التيرمينال كده. انا اوريدي منزل الروبوتكس كورس دي، عامل لها كلون، انا لسه عامل لها كلون دلوقتي. تمام. فالاول هقول له ايه؟ سي دي تشينج دايركتوري، ادخل لي جوه الروبوتكس كورس دي. تمام. لو عملت ls هلاقي ايه؟ هلاقي الريدمي فايل. طيب من التيرمينال انا مش انا بحاول استخدم التيرمينال، ما استخدمش الجرافيكال يوزر انترفيس، عشان الصح ان انتوا تستخدموها بعد كده. اليوزر انترفيس دي مش يعني مش احسن حاجه تستخدمها، وانت معظم شغلك هيبقى بالتيرمينال. فعشان تتعلم الكوماندز بتاعت اللينكس او الاوبونتو، احسن حاجه ان انت تحاول تعمل كل حاجه بالتيرمينال بتاعتك. طيب انا عايز افتح الفايل ده اللي هو الريد مي ده من التيرمينال برضو. في كذا طريقه، بس خلينا في الاسهل دلوقتي ان انا افتحه كتكست فايل عادي. تمام. بكتب جيد ات. تمام. دي تكست اديتور كده، بيفتح لي اللي هو تكست اديتور اللي معمول له انستليشن اصلا على الاوبونتو. بيفتح لي الفايلز وايه، واقول له ريد مي. هلاقيه فتح الفايل بتاعي في التكست اديتور زي ما انا طلبت منه. تمام. ممكن على فكره لو انت اصلا مش عامل الفايل ده، لو هو مش موجود، وكتبت جيدت مثلا، وكتبت اسم اي فايل تاني مثلا كرونتون دوت تي اكس تي اي حاجه، ودوست انتر، مش هيقول لك نوت فاوند، هيكريته ويفتحه لك. تمام. واول ما تعمل له سيف هيتسيف في المكان اللي انت فاتحه فيه. تمام كده. خلينا مثلا نعمل بقى الايديت هنا، نكتب مثلا في اللاين ده فيرست
ريبو فور روبوتكس كورس. تمام. ولنعتبر ان ده التعديل بتاعنا، ده التعديل اللي عملناه في الريدمي فايل بتاعنا، ونعمل سيف ونقفل. حلو كده. التعديل ده تم في اللوكال عندي على الديفايس عندي. طب انا لو جيت بصيت، حتى لو عملت ريفريش مثلا وجيت بصيت على جيت هاب، التعديل ده ما حصلش، ما تنفذش الكلام ده، ما تسمعش فوق اصلا. طيب عشان اخليه بقى يسمع، اخليه يتشاف على جيت هاب، اعمل ايه؟ اعمل الثلاث اوامر اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنهم. الاد اللي هي بتطلع لي الفايلز على الستيج، تمام، وبعد كده اعمل الكوميت، وبعد كده اعمل البوش بتاعي. البوش يعني هي بوش جايه من اسمها، اللي هو بوش كانك بترفع الحاجه، بتعمل لها بوش على السيرفر بتاع جيت هاب، على الريبو بتاعت جيت هاب. تمام كده. طيب خليني اول حاجه اعمل اد. هقول جيت اد. على فكره ممكن يعني انا جيت اد دوت دي بتضيف كل الفايلات اللي اتعمل لها تعديل، بتعمل لها كلها ستيج. تمام. بس انا ممكن احددهم فايل فايل، واعمل لكل فايل كوميت لو انا عايز، يعني بمزاجي يعني براحتي. يعني ممكن اعمل جيت اد واعمل الفايل الجديد بس، اللي هو ريدمي دوت ام دي بس انا يعني تسهيلا يعني، وعشان لو عايزين نبوش كذا حاجه في كوميت واحد، تمام، فبنعمل جيت اد ودوت وندوس انتر. طبعا اد مسافه دوت، عشان لو عملت اد دوت على طول مش هتسمى صح، ده مش صح، لان دوت دي معناها ان هو بيختار كل التعديلات ويعمل لها ستيج. انا هوري لكم الكلام ده برضو تاني جرافيكال بالفي اس كود. الكلام ده كله ممكن يتعمل بسهوله جدا في الفي اس كود. فجيت اد وبعد كده دوت. تمام. بعد كده تاني خطوه قلنا عليها، هنعمل الكوميت. هيبقى جيت سي او ام ام اي تي شرطه ام. طبعا كل الكلام ده الكوماندز دي موجوده في البرزنتيشن برضو، ممكن ترجعوا لها وتفتح تعمل الايه اللي هو تفتح الدبل سيرش بتاعتك يعني. هتكتب بقى جوه هنا اللي انت عايزه، مثلا update readme file. تمام كده. يبقى ده بقى الكوميت بتاع التعديل بتاعك ده. حلو كده. وتدوس انتر. هيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان هنا في one file changed وفي two instruction اتضافوا. طبعا احنا كتبنا جمله واحده، اللي هو الانستراكشن الواحده اللي هي كانت جمله، بس انت تقريبا عشان دوسنا انتر فعمل مسافه، فاعتبرهم اتنين انستراكشن. يعني هو دقيق جدا، اللي هو بيجيب لك الفايل بالمسافه اللي اتعملت فيه. وده مفيد جدا انك لو حد مثلا بالغلط في بروجكت عمل بوش غلط وعايز تشوف ايه الغلط اللي هو عمله، ولا ايه الفايلات اللي هو عدل عليها، انت معاك الهيستوري، تفتح فايل تبص ايه التعديل اللي حصل فيه، يجيب لك المقارنة كمان ما بين القديم والجديد. فجيت هاب قوي جدا في النقطة دي يعني. تمام. احنا كده عملنا الكوميت بتاعنا. خلينا بقى نعمل اخر خطوة اللي هي البوش. هنقول جيت بوش اوريجن وبعد كده مين. تمام. وندوس انتر. هيطلب مني ايه؟ هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. ليه طيب بيطلبوا مني؟ ليه مثلا ما بيطلبهمش مني وانا بعمل كلون عادي؟ الريبو دي مفتوحه لكل الناس وانا عايز انزلها عندي، فهو ليه هيطلب منك باسورد؟ مش محتاج. لكن يطلب منك وانت بتعمل بوش، لان انت عايز تعدل على ريبو مش بتاعتك، او هو مش عارف هي بتاعتك ولا لا، فلازم يبقى مطمن ان فعلا التعديل ده من الاونر بتاع الريبو. تمام. فكل مره هيسالك على الباسورد. في طريقه انك بتعمل حاجه اسمها اس اس اتش، انك بتخلي الماشين بتاعتك، الكمبيوتر بتاعك متعرف على جيت هاب ان ده ليه اكسس عادي يعمل بوش وبول ويعمل اللي هو عايزه، حتى لو برايفت ريبو يجيبها ويعمل اللي هو عايزه. هبوريها لكم في مره تانية، بس مش المره دي بقى عشان ما تتلخبطوش يعني. خلينا الاول بالطريقه الاساسيه اللي هي ايه؟ اليوزر نيم والباسورد. فزي ما قلت هكتب اليوزر نيم بتاعي برونتون. تمام.
والباسورد هحطه برضو. تمام، نعمل له بيست. لما تحب تعمل بيست في التيرمينال كنترول شيفت في، مش كنترول في. تمام، او يا اما كليك يمين وبيست يعني. والباسورد ما بيظهرش كحاجه كنوع من السكيورتي يعني. الباسورد في الاوبونتو ما بيظهرش، يعني بتكتب وهو اللي انت شايفه كانه ما بيتكتبش، بس هو في الحقيقه بيتكتب يعني. تمام، هو كده المفروض ان هو عمل بوش للتعديل اللي انا عملته. تعالوا كده نتاكد من الجيت هاب بقى. هنلاقي ايه اللي حصل. هنلاقي الاول بقوا 2 كوميت. تمام، والتعديل اللي انا كتبته في الريدمي فايل ظهر اهو، فيرست ريبو فور روبوتكس كورس. طب لو جيت بصيت على الكوميت هيستوري بتاعتي هنا، هلاقي ايه؟ هلاقي اسم الكوميت اللي انا كتبته اللي هو ابديت ريدمي فايل. ولو ضغطت عليها هيقول لي ايه الفايل اللي اتعدل، ايه اللي اتضاف. هيبقى اهو زائد في مسافه هنا اللي هو اللاين التاني ده مسافه، واللاين اللي بعده ان انا عملت اد لفيرست ريبو فور روبوتكس كورس. فانت كده بقى عندك كنترول على الهيستوري بتاعك. ممكن كمان يعمل لك ايه، ممكن يعمل ديسبلاي سورس ديفرنس وحاجات كده، بس هو هنا عشان مش فايلات كتير فمش عاملها يعني. هو هنا بيقول لك بس ايه اللي اتضاف. او هنا مثلا هو جايب لك الفايل قبل التعديل وده الفايل بعد التعديل، اتضاف الاتنين لاين دول. زي تعمل تكريت برانش من الريبو، وهو الموضوع سهل يعني. ممكن تعمله حتى يعني ممكن تعمله بالجيت هاب اكونت نفسه. يعني لو جيت هنا مثلا في الريبو دي، يعني انت لو جيت هنا وعملت ايه، كتبت هنا اسم برانش جديد، هيتكري البرانش جديد اهو من هنا، وفي اد نيو برانش. تمام، ده برانش جديد، ده بيعمل كوبي من الفايلات دي. تمام، ويعملها في برانش تاني. في الاوثرايزيشن اللي هو ده ليه؟ لان الجيت اللي متسطب عندك مش مربوط بالجيت هاب. فهو حتى في الاوثرايزيشن بيقول لك، بتلاقيه كاتب لك كده، بيقول لك ضيف اليوزر نيم. هو اصلا عامل لك ريكومنديشن، بيقول لك حط لي اليوزر نيم والباسورد. تمام، يعني خلينا نقفل الحته بتاعت الاس اتش دي. حتى انتوا ممكن تستخدموا ايه، جيت هاب سيت. كل اللي انت محتاجهم عشان الاوثرايزيشن بتاعك اللي هو الامر ده والامر ده. تمام، بتيجي هنا تقول له ايه، تفتح التيرمينال بتاعتك، وتيجي تكتب له جيت config. تمام، شرطة جلوبال يوزر دوت نيم. تمام، وبعد كده تفتح السلايد بتاعتك وتكتب فيها اليوزر نيم بتاعك. يعني انا مثلا اليوزر نيم بتاعي هنا اهو اسمه كرونتون. تمام، انت هتنقل نفس اليوزر نيم ده بالظبط وتحطه. حلو كده، وتدوس انتر. طيب وبعد كده يعني انا هكتب هنا اهو كرونتون، ولو عامل حرف كابيتال لازم يبقى كابيتال برضو. هو هنا سنسيتيف بالنسبه للكيس بتاعتك، لور كيس ولا ابر كيس. تمام، سوري. تمام كده، وتدوس انتر. وبعد كده تعمل ايه، تكتب برضو جيت config. تمام، شرطة جلوبال، وبعد كده يوزر، بس بدل نيم بقى يوزر ايميل. تمام كده، وتفتح برضو وتكتب الايميل اللي انت استخدمته عشان تعمل اكونت الجيت هاب. يعني مثلا الايميل بتاعي اللي هو krolosfikri@gmail.com. تمام، تمام كده. اول ما تعمل الاتنين دول خلاص انت كده الاوثرايزيشن يتفتح، وهتلاقيه بيعمل كلون لاي ريبو عادي. طبعا مكان كلمة يوزر نيم دي هتكتب الاسم بتاعك، هتمسح وتكتب الاسم بتاعك زي ما انا عامل كده.
والايميل نفس الفكره. تمام، يبقى دول الامرين بتوع الكونفيجريشن اللي بيعرفوا الجيت هاب عندك، او الجيت عندك، الجيت تول اللي عندك على الجيت هاب بتاعك. تمام، حلو. نيجي لاخر خطوه اللي هي بتاعه الباسورد، عشان دول لما تنفذهم المفروض لما تيجي تعمل كلون لاي ريبو هتلاقيها بتنزل معاك عادي. بالنسبه لجزئيه الباسورد بقى، بنيجي هنا ندخل على السيتنج. تمام كده، انت لو كتبت، لو جيت في، انت بتكتب لما تيجي تعمل بوش بتكتب اليوزر نيم، حلو. لو جيت كتبت الباسورد اللي انت بتستخدمه عشان تفتح الاكونت بتاع جيت هاب مش هيشتغل، هتلاقيه بيقول لك فيلد والاوثرايزيشن واي ابديتد وكلام كده، وهتلاقيه ما لو عملت ايه مش هيفتح. ليه بقى؟ لانه بيستخدم حاجه اسمها توكن كي. فبتدخل على السيتنج بتاعت الاكونت بتاعك انت، وتيجي تحت هنا هتلاقي حاجه اسمها ديفلوبر سيتنج، تدخل عليها هتلاقي في حاجه اسمها بيرسونال اكسس توكن. هتدخل على توكن كلاسيك، تمام، وتعمل جنريت نيو توكن. جنريت برضو نيو توكن اللي هو الكلاسيك ده عادي. هتعمل اسم للتوكن بتاعك ده مثلا، اللي هو مثلا جيت هاب توكن مثلا، حلو كده. وتحدد التوكن ده هيبقى اكسبايرد امتى. ممكن تخليه نو اللي هو مش يعني نو اكسبيريشن، اللي هو مش هيبقى اكسبايرد خالص، يعني مش هيحصل له حاجه. ممكن بعد 30 يوم، بعد 60 يوم، بعد 9 ايام، ممكن ما يتعملوش، ما ينتهيش خالص. خلي بالك ان هو اول ما يبقى اكسبايرد انت بتدخل تعمل واحد جديد. فمثلا احنا عملناه 60 داي. هنا بقى بتشوف التوكن ده هيبقى ليه اكسس على ايه. فانا مثلا بديله اكسس على الريبو، على الورك فلو، على الرايت بيكتب باكجز، ديليت باكجز. فاهمني؟ انت اساسي عندك اصلا الايه، الجزئيه بتاعت الريبو دي، يعني ده المهم معاك دلوقتي. ممكن تديله سماحيه لكله احتياطي لو انت عايز يعني. هتخلص الخطوات دي وتعمل ايه، اس اس اتش مثلا، تديله الحاجات دي كلها، البروجكت، عشان بس يشتغل معاك في اي حاجه، وتعمل جنريت توكن. هتلاقي ده التوكن بتاعك، الحروف والارقام والحاجات دي، ده التوكن بتاعك. حلو كده. بتعمل له كوبي من هنا وتسيبه في اي حته، اي حته تبقى متاكد انك هتعرف ترجع لها بعد كده. هما بيعملوا الموضوع ده كنوع من الامان، اللي هو التوكن ده صعب ان هو يتسرق، وخصوصا ان انت لو عامله اكسبايرد يعني اللي هو ايه، كنوع من الامان ان هو محدش هيعرف يوصل لحاجه زي كده بسهوله. فمش اي حد يعرف يعمل بوش او بول من الجيت هاب بتاعك. احنا كده يعني غطينا جزئيه الجيت هاب. في حاجه اخيره دي هتسهل عليكم الدنيا، انكم ممكن تشغلوا جيت هاب على الفي اس كود. ده بقى مش محتاج تعمل الكلام ده كله. يعني انا مثلا في جيت هاب هنا الريبو مثلا اللي احنا فاتحينها دي، انا عملت تعديل على الفايل، سيف مثلا، ماشي، عملت تعديل على الفايل. فالفي اس كود بيقدر يظهر لي التعديلات اللي انا عملتها اهو. ان انا مثلا عملت كومنت للثلاثه كوماندز دول، تمام، وبيديني هنا فاكرين الاد اللي احنا بنقول كنا بنضيف الحاجات على الستيج، بنعملها من هنا، اللي هي الاد دوت دي، اللي هو بيقول لي اهو ستيج تشينجز. لو دوست اد اهو، التشينج اللي انت عملته ده، التغيير اللي انت عملته اللي انا ما فتحت لما دوست هنا ظهرته لك ده، انا عملت له ستيج، تمام. وتقدر تعمل له كوميت من هنا، تكتب مثلا ايه، كومنت اس اس اتش كي، تمام. ده الكوميت بتاعك اللي هو كان الخطوه بتاعت كوميت، وادوس كوميت، واجي هنا اعمل سينكرونايز تشينج اللي هو يعمل بوش. هو حتى بيقول لك بوش 1 كومنت اهو، 1 كوميت قصدي. فلو ضغطت على السينكرونايز ده هيطلب منك يقول لك انت عايز فعلا تبوش وتبول على الاوريجن بتاعت الريبو دي، هتقول له اه. هتلاقي التغيير ده خلاص اتسمع اوتوماتيكي. يبقى كل الخطوات اللي احنا عملناها بالتيرمينال دي ممكن ننفذها بالفي اس كود.
الفي اس كود مش احسن حاجه يعني، هو اسهل، ممكن لو انت مستعجل عايز ترفع شغل اعمله، بس يفضل ان انت بايدك الاول تعمل الكلام ده بالتيرمينال، لان الفي اس كود مثلا بيعمل ده دلوقتي، بس في اوامر تانية هتحتاج تبقى لازم تعملها بالتيرمينال. يعني انا عموما ما بنصحش ان الجرافيكال يوزر انترفيس تبقى الاختيار الاول بتاعك يعني، لا اشتغل عادي. ولو انت كده كده مثلا على الفي اس كود بتedit كود او بتعمل حاجه وعايز تعمل بوش بسرعه، ممكن تستخدمه. تمام.